مرحبا، شلونكم؟ اليوم راح اسوي وياكم دولمة. طبعا دولمة كل واحد وطريقته والكل يسويها طيبة. راح اسويها وياكم واني هاي طريقتي بالدولمة. عندي ليا ولحم مثروم وهاي المواد تشوفونها قدامكم. اني استخدم معدنوس، ما استخدم كرفس للدولمة. واخلي ويا الدولمة باذنجانة، هاي شوفوا ليها هسه راح تشوفونها بالفيديو. لب الباذنجان فقط فضلا وليس امرا. احب اذكركم اللي حاب يشوف فيديوهاتي اول باول يعني يفعل الجرس ويدوس لايك حتى كل الفيديوهات توصل إليه. مثل ما تشوفون قدامكم قصصت اللية، وهسه عندي البصل والسلق. طبعا أنا السلق أول ما أجيبه أجمده، أنظفه وأغسله وأجمده بالمجمدة حتى شو وقت ما أريد أطلعه قبل يذبل وألفه. وعندي هنا طماطة واحدة كلش كافية، وهاي البصل. واللي سألني عن الفيديو السابق عن المشتريات اللي أخذتها للمواعين، أنا أشتري من بيج توصيل البيت السعيد الفرفوري، أو اللي حاب يتواصل ويا يحيى الخيكاني إن هاي بنت خالتي، هم اللي يبيعون بهاي السوالف، تلقونها بالتعليقات. وهاي عندي الطماطة، أقشر الباذنجان هنا شوفوا ليا وأثر مناعم، وأيضا أضيفه للحشوة. وهنا كمية الباذنجان. راح أجيل المعدنوس. وهنا كملت الحشو. عندي هذا التمن اللي نقعته قبل ساعتين، راح أضيفه للحشوة. أكمل بقية التمن. صفوا كلش زين من المي لحد ما أكمل الحشو. هنا عندي البصل، راح أسلقه فد ربع ساعة حتى ينفتح كله عندي. وهنا عندي شوفوا الباذنجان، أنا الوحدة أسويها 3. طبعا أنا لحد هسه ما ضايف البهارات للحشوة الدومة، لحد ما أكمل. هنا أملحه حتى لا يذبل عندي يصير أسود. وهنا عندي الفلفل، شوفوا لي الفلفل ضربة واحدة بأصبع الكبير كلش كافي. كملت الفلفل، هسه أجي للطماطة. هنا عندي الملح واللمندوزي، وراح أضيف كاري وفلفل أسود وشوية بابريكا وثوم. ومثل ما قلت كل واحد وطريقته، أكو بيهم أصلا ما يحبون البهارات بالدولمة، فقط يخلون ملح ولمندوزي. وأرجع دبس الرمان أضيفه.
وراح أجي للمعجون أخلط، وقبل لا أكمل أضيف الزيت وهم أرجع أخلط. وهنا كملت راح أضيف الزيت وعود السلق، مو أذبنه كلش طيب بالدولمة، وعندي الباقلة والجزر. أنا هنا عند السلق أول ما أجيبه أنظفه وقبل أجمده، حتى شو وقت ما أريد رأسا أخليه يموع قبل فترة وألفه. راح أخلي ملح شوي للباقلة والجزر حتى يتملحن، وأجي أحشيه، ما أترسه كلش حتى لا يطلع عندي التمن. وعندي الباذنجان، لازم ترتبون الطبقة الأولى حتى من تقلبونها يطلع فد شي مرتب. كملت هنا لفيتها، نضيف أوراق زقت أنا بأوراق السلق عود السلق. هنا راح أخليها أول شي على نار عالية لحد ما تذبل، وأجي أحضر الصلصة هنا حسب تريدون تضيفون بس مي أو فقط دبس الرمان حسب اللي عندكم. أنا راح أخلي دبس الرمان وفد خاشوقتين معجون صغار وملح وليمون دوزي. ونسيت أقولكم طبعا الأصدقاء الجدد أهلا وسهلا بيكم وبكل شخص عربي ويانا. وهنا بعد ما شوية ذبلت عندي راح أضيف الصلصة، وأخلي ماعون ثقيل عليها. شلت الماعون هنا تقريبا استوت عندي. وهنا خلصت عندي الدولمة، وألف عافية علينا وعليكم، مع السلامة.